السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حريشات صغار ساهلين وسريعين في التحضير. تحضروهم من المائدة ديالكم الرمضانية في رمشة عين وفي آخر دقيقة. كيجيو لذاذين بزاف ورائعين في المذاق. ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو فاحنا كنحتاجو نصف كيلو من سميده، حليب حسب الخليط ما يعادل ربع لتر او اكثر قليلا، بيضتان اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس مخلط من الزبده المذابه وزيت الزيتون، اي نصف كاس زيت زيتون، نصف كاس زبده مذابه، زيتون اسود مقطع ومزول منه العطمين ديالو، الكميه كتبقى اختياريه حسب الرغبه، ملعقتان كبيرتان من الزعتر، ملعقه صغيره من الخميره ديال الخبز اي الخميره الفوريه او المعجونه، كيس بيكين باودر ما يعادل 8 غرام أي خميرة الحلويات، وملح حسب الذوق. نبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. في الإناء اللي غادي نحضروا فيه الخليط كنعمل سميدة رقيقة وكنزيد عليها الملح ما يعادل ملعقة صغيرة غير مملوءة، كنضيف عليهم الكأس اللي فيه زيت الزيتون والزبدة المذابة وكنبدا نحرك هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعضهم، وكنحصلوا على خليط مرمل كتحركوا بملعقة خشبية أو من الأفضل نستعملوا الأيادي ديالنا. هنا بعد ما كنحصل على مثل هذا الخليط كنضيف الخميره الفوريه والزعتر والبيكين باودر وكنستمر بتحريك هاد النواشف حتى كينسجموا. اما بالنسبه للخميره فاذا كانت خميره معجونه كتحركوها في القليل من الحليب عاد كتضيفوها اثناء اضافه البيض. وهنا بعد ما كنحصل على مثل هذا القوام كنضيف البيضتان والزيتون الاسود وكنحرك مزيان حتى كيندمجوا. في هذه الاثناء كنبدا نضيف الحليب تدريجيا حتى كنحصل على عجينه متماسكه اللي نقدر نجمعها مع بعضها. هنا بعد ما كنحصلوا على مثل هذا القوام هاد العجينه كنجمعوها مع بعضها وكنغطيوها ونخليوها ترتاح ما بين 10 دقائق الى 15 دقيقه. بعد ربع ساعه كنجيب مقلاة اللي غنطيب فيها الحرشه وكنشكل دوائر بهذا الشكل هذا اللي كيبان لكم بحال اللي كتشوفوا. كنستعمل بهذا المرشم لتشكيل الدوائر بنفس الحجم وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر المقلاة. بعد ذلك كنعملها فوق نار مهيله حتى كطيب. وبحال اللي كتشوفوا قبل ما كنعمل الكره ديال العجين في وسط المرشم كندوزها في السميده رقيقه عاد كنشكل منها دائره. هنا بعد ما كيطيبوا الحريشات من الاسفل كنقلبوا يطيبوا من الجهه الاخرى بنفس الطريقه. وما ننسوش ان النار خصها تكون مهيله باش كيطيبوا حتى من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا بعد ما طابوا. عملتهم في صحن التقديم كيجيو هشاشين ولذاذين بزاف. كونوا اكيدين اذا جربتوهم فغادي ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وللتذكير فكان سبق لي شاركت معكم مجموعه من الوصفات اللي كتخص الحرشه. اللي كيهم الامر فغادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. وما تنسوش اذا عجبكم هذا الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائده. وكذلك اذا كنتم جداد في القناه فكيفرحني انكم تدعموني وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بطبيعه الحال اذا عجبكم المحتوى ديال القناه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن. الى اللقاء.